ترك في ام محمد. يلا يا ام محمد قولي يا ام محمد. الو. ايوه. السلام عليكم. والسلام ورحمه الله وبركاته. انا عايزه اتكلم معاكي شويه يا شيخ. يعني قولي. احنا تعبانين جوه من حماتنا. يعني تعبانه في حياتنا خالص. قولي يا اختي. فعايزه اقول لك يعني قولي. يعني بيحصل منها حاجات. قولي. مش لها حصر. قول. انتوا مش شرقيه؟ اهو كده اللهجه باينه. طيب قولي. دعاوي ابتدى علينا. هي ابتدى عليكم؟ ليه عايزه منكم ايه؟ وتحقد علينا. وعايزه منكم ايه الاول ليه؟ عشان هقول لك قولي. كان من النوع اللي بيديها كل حاجه يا شيخ. طيب. اللي هو جوزي. ايوه. يعني كل حاجه فلوس اي حاجه. والرز والبطايه اللي انت مربياها عشان تطبخها. وبعدين كان كل حاجه مديها لهم. أيوة. مرتبه كان يقبض ويروح يديه لهم. طيب. فلوسه كلها محولها لهم. كلها يحولها؟ والله زي ما بقول لك. طب وانتوا تاكلوا ايه؟ والله كنا بنعيش باقل القليل. يعني برضه بيديكوا اهو. بس حاجات بسيطه خالص. طيب حاجات بسيطه بس كانت بتكفيكوا يا ام محمد؟ لا عيشه يعني عيشه زي انا. بص انا ممكن اعيش في اي مستوى. دي شاطره. فاحنا دلوقتي يعني أي. ربنا كرمنا شويه الحمد لله. فهو بيديهم برضه. بس هي مش عايزه كده. ده هي عايزه كل حاجه. كل حاجه. كل حاجه. ايوه ما تسيبلكوش حاجه خالص. ايوه الله كريم. اتغار منك كأن انا ضرتها. يا لهوي. يتجوز عليا. ليه؟ شوف لما تدعي ان هو يتجوز عليا. عشان تزعلك بس بتضحك معاكي. لا بعيد عني. بتضحك معاكي عشان انت بس تشوفي كده وتقول لها طب معلش ياما. ما يهنيني على لقمه وتديها سمكات. الشراجوه بيموتوا في السمك. هي عايزاكي تروحي فاجوش. يهنيني على لقمه اكلها. يا بنتي اسمعي كلام. ده بس استنى. حاضر. وسلفتي قاعده معاها في البيت. سلفتك رخره. دي قاعده معاها. بنتها جوزها متوفي. ايوه. دي قاعده معاهم. ايوه. شوف يكيدوا فيها ويلقحوا عليها. ايوه. وعزلها لو راحه في قلب البيت. ايوه. ويفضلوا يعني عمايل. انا مش يعني بقول لك عمايل مش عارفه ايه ده. ايوه. يعني مش حد يتحملها. المشكله بتبقى كبيره يا شيخ بالنسبه لنا قوي. قوي. يعني كبيره بالنسبه لنا. ايوه. وبعدين بعدين ولادها دول مهما كان تضحك عليهم. ايوه. يعني بطريقه تعمل هي طيبه وهي مش طيبه خالص. طب اسالك سؤال بقى يا ام محمد. انت عندك عيال؟ عندي 4. استني. عندك ولاد ذكوره رجاله يعني؟ طب هسالك سؤال لله. لو كبر عيل من عيالك واتجوز تحبي يديكي ولا يقطع عنك الماء والكهرباء ويدي كل حاجه لمرته؟ لا انا احبه لو اني محتاجه ماشي يديني. بس انا مش محتاجه ده دي بتطلب يا شيخ. بس بالراحه يا ام محمد. احنا بنتكلم اهو يا ام محمد. نعم. اصل انت بتجاوبي دلوقتي باللي انت عايزه تسمعيه مني. انا وانا بقول الكلام ده دين والله. اللي بتقوليه ده اقسم بالله دين. ما دام انت مش محتاجه ما تاخديش من ابنك حاجه. خليه يبني نفسه ومراته وبيته. ايوه لو انا محتاجه. استني بالراحه بس. الدنيا كلها هتتصلح يا ام محمد دلوقتي. يا ام محمد يا ام محمد. الدنيا كلها هتتصلح. انا سمعت منك يا اختي كلمتين. الكلمه الاولانيه ان الراجل كان بيحول يعني كان مسافر جوزك. كان شغله. كان بيشتغل. استني بس ماشي. يعني بيشتغل وبيحول لامه. وسمعت منك الكلمه الثانيه ان ربنا. استني بس يا ام محمد يا ام محمد. انا سمعتك اهوت وانت قلت لي اسمعني. انا اقول لك حاجه على رد فعلهم هم لابنهم اللي عاملينهم ده كله. عارف في الاخر يقولوا ايه؟ عملوا لنا حاجه. يقولوا لك عملوا لنا حاجه. ابوه يقول مش اداني 10 جنيه في ايدي. ايوه. يعني فضحوه مع انه راجل معروف وراجل له قيمه. ايوه. وفضحوه واتكلموا في حقه. طيب. ويقولوا مش بدينا. شوف انا تعبانه. انا عارف. هو يعمل كده. انا عارف. هو ده الرد. انا عارف. بس انا سمعت منك يا ام محمد حاجه مهمه برضه. قلت ان ربنا كرمكم دلوقتي. الحمد لله. استني بقى يا ام محمد. مش ممكن نتفق انا وانتي على ان اكرامه لامه كان سبب في ربنا كرمكم دلوقتي يا اختي؟ لا بس مش. لا برضه يعني الواحد لما يكرم امه ويجي ربنا يكرمه. انت يا ام محمد هتقولي ده ربنا كرمه من باب تاني ولا ربنا كرمه عشان اكرم امه؟
ماشي، ما انا مش بقول هو مش يكذب. طب امال ايه بقى يا ام محمد؟ طب صلي على النبي بس. صلي على النبي عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. انا عايزه اقول لك على حاجه، عشان الكلام ده كله هيخليكي لا تربي العيال، وهيوديك المستشفى وانت عارفه، ومحدش هيزوركي ولا يسال فيكي، وهتبقى وجعتك مطينه بطين. لا، فوقي لنفسك واعرفي ان ربنا كرمك اهو، وانك انت ما تتبعيش الاخبار النكد وتشيلي همك على هم سلفتك، عشان انت عارفه انت صعبانه عليكي سلفتك ليه، وغرمتي مكالمه التلفزيون عشان تعملي جبهه انت وهي ضد حماتك. اصل انا واعي قوي، انت عايزه تعملي جيش منك ومن سلفتك اللي جوزها ميت ومش سايبينها في حالها وبيجرفوها عشان هي تحبك، وتعملوا انتوا الاتنين جيش ضد حماتك. احنا مش عايزين حد ضد حد، احنا عايزين ناكل كلنا في طبق واحد. وانت ربنا كرمك وقعدت لوحدك، وان سلفتك قاعده معاها، قولي لها احمدي ربنا واشكري حماتك علشان خاطر انت عايشه في دروتها وفي حماها وبتاكل لقمتها، وكلكم تتجمعوا يا اختي على لقمه. هي حماتك قصدها تروحي فاجوس وتجيبي 2 كيلو من السمك الحلو اللي جنب السكه الحديد اللي هناك بتاعت جنب الشجره كده، في ستات بيقعدوا بيبيعوا سمك ما حصلش في تاريخ مصر. انت تجيبي السمكات دي وتقولها كلي يا حماتي، هتيجي مزرغتالك بدل ما تقول لك الهي يتجوز عليكي. هي بتقول لك الهي يتجوز عليكي عشان انت تزعلي لانها مزعلاكي، وكل الكلام ده كله كلام فاضي. يحكمنا ربنا. واقول كلمه لكل الناس، النفقه تكون واجبه على الابن اذا احتاج الوالدان. وانا مش هملي من ذكر الكلام ده لان ده جدول ضرب الدين. 2 في 4 ب8، 2 في 5 ب10. الوالدان اذا افتقرا فالنفقة واجبة على اولادهم. اما اذا لم يفتقرا وكان في حال غنى او حال كفاية فلا شيء شرعا على الابن ولا على الابنه الا المواد، كيس فاكهه، حته سمكايه زي انا ما قلت، الملبن ده عجبني جبت البتاع ما اعرفش ايه، جوافه البلدي لسه طالعه انا قلت بابا ماما يدوق منها واغسلها واقدمها لهم، عندهم معاشات ومستقرين ومش ناقصين. انما اكل الاولاد ده ظلم زي اكل اموال الناس بالباطل. اكل الاموال بمعنى بهذه الطريقه ان نشف ريق ابني وريق مراته وفي بني ادم. يعني في النهارده حاجه جايه وجعاني الفجر، رساله الفجر وجعاني. واحد بيقول انا وامي وولادي وانتي خدامه. واحد يقول لمراته كلمه زي دي. في رب قال دي خدامه بلغه خدامه، وست دي ستك وتاج راسك وراس اللي جابوك.